لو نازل تشتري تلاجة يبقى الفيديو ده ليك. هاخد من وقتك دقيقتين بس اعرفك كل حاجة عن التلاجات. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وتسيب لي كومنت تدعي لي فيه دعوة حلوة، وتعمل شير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. عشان ناكل أكل طازة ونشرب مشروبات باردة يبقى لازم يكون عندنا تلاجة، وعشان كده بنأكد إن التلاجة أهم جهاز موجود في كل بيت حاليا. وجود عشرات الموديلات والماركات والانواع والاوبشنات من الثلاجات لخبطنا كلنا، خلانا مش عارفين نختار الثلاجه المناسبه. احيانا بنشتري ثلاجات باوبشنز احنا مش محتاجينه، بنكتشف بعد فتره ان احنا مش محتاجين نستخدمه، واحيانا بنشتري ثلاجات من غير اوبشن احنا كنا محتاجينه. عشان كده هسهل عليك الموضوع وهديك فكره عامه عن الاساسيات. وما تنساش انا هنا ما ببيعلكش، انا هنا بفيدك وبس. انك تشتري اكبر ثلاجه ده مش حل عملي خالص. انت عندك مساحه معينه هتحط فيها الثلاجه، فعشان كده قبل ما تشتري التلاجة لازم تقيس الابعاد او المساحه اللي حضرتك هتحط فيها التلاجة بتاعتك في المطبخ، عشان تقدر تحدد مقاس التلاجة اللي انت محتاجها بالظبط. وانت بتقيس المساحه اللي هتشتري التلاجة على اساسها لازم تتاكد ان في مساحات في كلا جانبين التلاجة. الموضوع دوت هيفيدنا في حاجتين. اول حاجه ان التلاجة بتحتاج مساحات فارغه في الجوانب عشان تشتغل بشكل افضل. الحاجه الثانيه عشان لما تيجي تنظف او تفتح باب التلاجة او تقفله تبقى العمليه دي سهله عليك. حاجة تانية ممكن برضو بتختار التلاجة على أساسها وقد تبدو بسيطة بس هي مهمة جدا، الإضاءة الداخلية للتلاجة، وضوح الرؤية. لما أبص في التلاجة أبتدي أعرف كل حاجة موجودة جواها بمنتهى السهولة. ويفضل في التلاجات الحديثة بيستخدموا تقنية ال LED الإضاءة الداخلية. ال LED إضاءة أوضح، هتلاقي الكابينة بتاعت التلاجة من جوه فيها لوند ليد. دي مبدئيا بتوفر معاك في الطاقه، ثانيا مش بتتحرق بسرعه، ثالثا بتديك اعلى وضوح لكل حاجه موجوده في الثلاجه عشان ما تتوهيش جوه الثلاجه. كبر الثلاجه او صغرها مش اوبشن، حدد استخداماتك. ما تجيبش ثلاجه كبيره تستهلك كهرباء كتير وانت مش محتاجها، وما تجيبش ثلاجه صغيره وتواجه بعد كده مشكله ان انت مش قادر تخزن احتياجاتك فيها، فبالتالي هتحس انك محتاج ثلاجه اكبر. ادرس احتياجاتك كويس. نيجي بقى لجزء تاني برضو يبان بسيط ولكنه مهم جدا، نوع الرف اللي موجود جوه التلاجة. وده هنلاقيه منحصر في انواع، غالبا هم 3 انواع. اول نوع عندك اللي هو النوع الشبك او السلك اللي هو النوع القديم. طبعا النوع دوت الدنيا اتطورت شويه واستخدموا تقنيات اعلى من كده، فغالبا الشبك هنلاقيه في التلاجات الرخيصه او التلاجات القديمه. انما التقنيه المستخدمه دلوقتي الالواح الزجاج اللي هو ضد الكسر، المقاوم للكسر، او البلاستيك الاكريليك. اذا كان كده او كده، اهم حاجه في البلاستيك والاكريليك وانت بتشتري الثلاجه اشتري نوع ثلاجه يكون الرف بتاعها ليه حواف عاليه. ده بيديكي خاصيه ان لو في سائل اتدلق جوه الثلاجه ما ينزلش على الرف اللي تحتيه. تعالوا بقى نعرف انواع الثلاجات. اول نوع عندنا النوع الاساسي اللي موجود في بيتنا كلها، ام بابين، ثلاجه من تحت وفريزر من فوق. ده النوع الشائع واللي موجود عند الناس كلها. مميزات النوع ده ايه؟ اول حاجه هو الارخص في كل انواع الثلاجات. تاني حاجه هو مناسب جدا للاماكن الضيقه، كمان ادراجه بتكون واسعه وعريضه. والنوع ده بيكون تقريبا ملهوش اي عيوب، ودليل على كده ان هو الاكثر انتشارا والموجود عند الناس كلها. النوع الثاني من الثلاجات، النوع الثاني بقى اللي هو بالمقلوب. الثلاجه بتكون فوق والفريزر بيكون تحت. طب حد يقول لي النوع ده ليه ميزه؟ طبعا ليه ميزه للناس اللي بتستخدم الثلاجه كتير. الثلاجه هتكون قدام حضرتك على طول، فهيكون الوصول لكل حاجه فيها اسهل. نيجي بقى لعيوب النوع ده. النوع ده بس هو فيه عيب واحد ومش عيب يعيبه، هو العيب بس في موديلاته اقل في السوق، واختياراته اوبشناته اقل شويه، لان انت ما عندكش حريه الاختيار كتير، لان مش شركات كتير موفره النوع ده من الثلاجات. النوع الثالث ده بقى اللي هو ثلاجات اللي بنقول عليها كده ثلاجات المكتب او الميني بار. حضرتك عندك شقه مستويين فمش عايز تنزل الثلاجه في الدور اللي تحت، بتجيب ثلاجه صغيره تحطها في الدور اللي فوق. لو عند حضرتك مكتب طبعا مش محتاج ثلاجه بالمعنى الحرفي للكلمه، محتاج حاجه تأدي وظيفه الثلاجه، فالميني بار هو الثلاجه المناسبه للمكاتب، وزي ما قلنا للليفل 2 او المستوى الثاني من الشقه. او في اوضه النوم برضو في ناس بتفضل انها تحط ثلاجه، يبقى الميني بار هو الاختيار الامثل ليك. حلم حياه كل ست بيت ان يكون عندها ثلاجه سايد باي سايد، الثلاجه الكبيره ام بابين. والنوع ده بيجمع بقى تقريبا كده بين كل انواع الثلاجات، لانه بيكون ليه كذا باب. طبعا ده مناسب للعائلات الكبيره، بيكون ليها كذا باب، بيكون الثلاجه بتاعتها فوق والفريزر بيكون موجود تحت، وبيوفر لك عدد ابواب وعدد ارفف مناسب جدا لكل احتياجاتك ايا كان عدد افراد العائله. يتهيألي هتكون مناسبه جدا ليهم الثلاجه دي. وفي منها انواع برضو بيكون الثلاجه واخده جنب والفريزر واخد جنب.
النوع ده من التلاجات غالبا بيكون فيها الايس ميكر بتاعها، وكمان بيكون فيها الووتر ديسبنسر اللي هو مبرد الميه اللي تقدري تستخدمي فيه الميه وانت ما تفتحيش التلاجه في احد ابواب هذه التلاجه. برضو نيجي من ضمن مميزاته ان برغم كبر حجم التلاجه فان الابواب بتكون صغيره وما بتاخدش مساحه وهي بتتفتح. هنيجي بقى للعيوب بتاعه التلاجه السايد باي سايد او التلاجه متعدده الابواب. هي ليها 3 عيوب اساسيين معانا. اول حاجه طبعا السعر، هي اعلى فئات الثلاجات في السعر. العيب الثاني بحكم ان الثلاجه ابوابها جنب بعض، فبالتالي مساحه الثلاجه او عرض الباب الرف اللي حضرتك بتستخدميه بيكون اقل، فمش تقدر تحط فيها حاجات عريضه. العيب الثالث ان هي ما تصلحش للمطابخ الضيقه، عايزه مطابخ كبيره يا اما هتاخد معاكي مساحه كبيره جوه المطبخ. بص انا حاولت بسرعه كده اعرفك المعلومات الاساسيه العامه عن الثلاجات، وطبعا حضراتكم اكيد في معلومات تانية متوفره عندكم، بس انا اديتكم الاساسيات كده من على الوش زي ما بيقولوا. هتدوس لايك للفيديو دوت، وما تنساش تعمل شير، وما تنساش تعمل متابعه لقناتي، واحلى مسا عليكم.